السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد من قناه الاختراع المصري. اولا احب اشكر جميع المشتركين معايا على اليوتيوب ومتابعينا اول باول، واللي عددهم بفضل الله وصل النهارده 33000 مشترك، واللي من غيرهم ما كنتش هكمل اكتر من فيديوهين ثلاثه من غير تعليقاتكم المحفزه ليا والتشجيع الدائم ليا. ثانيا الفيديو النهارده ان شاء الله تعالى فيه مع بعض ازاي نعمل عربيه لعبه زي كده باستخدام علبه كنز زي ما حضراتكم شايفين بادوات بسيطه جدا جدا جدا. تمام؟ بس قبل ما نبدا الفيديو النهارده احب افكركم بالمسابقه اللي انا عاملها معايا على القناه، وتعتبر مكافاه مني على دعمهم المتواصل وتشجيعهم ليا. بجد تستحقوا اكتر من كده. الهدايا عباره عن سماعه بيتس وساعه اندرويد وساعه ابل ونظاره الواقع الافتراضي. وبإذن الله رب العالمين عند الوصول إلى 100,000 مشترك سوف أقوم بإضافة هدايا جديدة، وهما آيفون 6 بلس، سامسونج جالاكسي S7. شروط المسابقة سهلة جدا يا جماعة وأي حد يقدر يعملها، وهي الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك مع قناة الاختراع المصري مع محمد عادل. 2 عمل لايك للفيديو. 3 مشاركة الفيديو مع الأصدقاء على الفيسبوك وجوجل بلس. 4 تعليق واحد فقط لا غير، لازم تعلق على الفيديو عشان أقدر أوصلك وتقول رأيك في الفيديو بكل صراحة. وسوف يتم الإعلان عن الفائز بإذن الله في كل فيديو بعد مرور 3 أيام من نشر الفيديو، والفائز عشوائي وليس اختياري. وألف مبروك مقدما للفائز وهارد لك للجميع. ويلا بينا نتابع الفيديو النهاردة. زي كده، وكرتونة، حتة كرتون صغيرة زي كده حوالي 25 سم طول في عرض 10 سم، أو 30 سم في عرض 10 سم. وهنحتاج 6 غطيان ازايز. تمام؟ والبطاريه 9 فولت، والموتور صغير زي ده، او الموتور يا جماعه من اللي بيبقى في السي دي اللي هو الصدرون بتاع الاسطوانات، والزرار باور ايا كان زي كده او اصغر مفيش اي مشكله. وهنستخدم ايضا في الشرح عصايتين خشب من دول وعصايتين شاليمو. تمام؟ اول حاجه هنعملها نقطع حتتين شاليمو بالمنظر ده كده، قد بعض. بعد كده نلزقهم هنا باستخدام مسدس الشمع. نقدر نلون الغطيان اسود بقلم في الماستر زي كده، لان الغطيان ده هنستخدمها زي نظام كاوتشات. تمام؟ وبكده اكون لونت الغطيان كلها اسود. طيب بعد كده هنفتح لكل غطا فتحه باستخدام مقص او اي حاجه على قد الخشبه اللي هي دي. تمام؟ بعد كده بنلحم الغطا في الخشبه كده بالسيليكون شمع بالمنظر ده. بعد كده هنعديها من هنا ونركب الغطا التاني. ونلحقه بنفس الطريقة برضو. هنركب الكاوتشين التانيين بنفس الطريقة، يبقوا قصاد بعض بالظبط، أهم حاجة. تمام؟ بعد كده هنجيب الموتور وهنلحم فيه حتتين ورق زي كده كرتون
عشان نعليه وهنلحمه هنا. بس قبل ما نلحمه هنفتح له فتحه زي كده. تمام. هنلحمه برضه باستخدام الشمع السيليكون. بالمنظر ده كده. بعد كده هنلحم مع حتتين شاليمو زي كده هنا. واحدة كمان الناحية التانية، حتتين. هنا كده قصادها بالظبط. بعد كده هنجيب حتة عصاية خشب زي كده نعديها من هنا. هنحتاج لاستيك يا جماعة صغير زي ده. تمام. بعد كده هنركب كاوتشين نفس الطريقة. بعد كده هنجيب البطارية وزرار باور، هنربط سلك من البطارية وسلك من الزرار بالمنظر ده كده. تمام. وسلك من الموتور ايضا، وسلك من زرار الباور. بعد كده هنحط البطارية دي هنا بالمنظر ده كده. بعد كده هنركب الازازة بتاعت الكنز دي هنا. نركب من كده مثلا. بالمنظر ده كده. بعد كده هنلزق زرار الباور ده هنا في علبة الكنز، وليكن مثلا بالمنظر ده. تقدر تلزقه في اي مكان انت عايزه. وبكده اصبح عندنا المنظر حضراتكم شايفينه ده. طيب نجرب الموتور مع بعض بسم الله. تمام. بعد كده نجيب حته كرتونه زي كده صغيره ونتنيها بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل زي نظام اكسسوار للعربيه، زي نظام وش ليها. تمام. نلحم الكرتونه مع بعض.
زي ما قلت لحضرتك ده زي نظام اكسسوار للعربية. وبكده اصبح عندنا المنظر حضرتك شايفينه ده. طب هنجيب قلم في الماستر نعمل اي منظر وليكن مثلا كده. تمام. وبكده هنكون انتهينا من الفيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون واضح وانه يعجب الجميع. وطبعا ما تنساش عمل لايك للفيديو والاشتراك معايا في قناه الاختراع المصري مع محمد عادل. وما تنساش المسابقه وشروط المسابقه، وهي عمل لايك وشير وانك تشترك معايا على القناه لو مش مشترك معايا. وطبعا لازم تكومنت، لازم تعمل تعليق عشان اقدر اوصل لك. والفائز باذن الله رب العالمين في هذه الحلقه هنعلن عنده بعد 3 ايام بالظبط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.